بيجو 3008 الجديدة وصلت مصر. الجيل الثالث اتقدم رسميا بنسخة بنزين وتصميمه اتغير بشكل واضح عن الموديل اللي فات، بقى مايل أكتر إنه يكون اس يو في كوبيه بسقف مسحوب، وقوة العربية كمان زادت. لسه فيها موتور 1600 سي سي توربو، بس قوته بقت 180 حصان بدل 165 حصان. العزم لسه زي ما هو 240 نيوتن متر، والعربية شغالة بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات ودفع أمامي. 3008 الجديدة بتتقدم بره بنسخة كهرباء بالكامل، بس لسه مفيش كلام رسمي عنها في مصر. المهم إن العربية جت بفئتين، اول واحده فيها جنود 19 بوصه، فوانيس ال اي دي قدام وورا، فتحه سقف بانوراما، حساسات للاضاءه والمطر، مع مرايات ضم كهرباء فيها اناره ترحيبيه. جوه بقى العربيه جايه بالجيل الجديد من تصميم اي كوكبيت. الدريكسيون صغير وفيه بادل شيفترز، ووراه شاشه 21 بوصه كيرف فيها الاعدادات الديجيتال والانفوتينمنت اللي بيتوصل وايرلس بابل كار بلاي واندرويد اوتو. في كمان وحده جديده كده شغاله باللمس اسمها اي توجلز، بتخليك تختار اختصارات ل10 وظائف. 3008 الجديده فيها تكييف ثنائي المناطق بفتحات خلفيه وفرش جلد جزئي واضاءه محيطيه ب8 الوان وشاحن لاسلكي. فئة جي تي الأعلى فيها سقف أسود وباب كهرباء للشنطة وإضاءة ماتريكس ال اي دي وكراسي كهرباء بتسخين وتبريد وتدليك ودعم للقطنية وميموري، يعني سبا متحركة تقريبا. ده غير إن بيكون في تسخين للكراسي الخلفية كمان. تجهيزات الأمان في الفئة الأولى منها 6 ايرباجز وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وأنظمة زي التحكم الإلكتروني في الثبات وتنبيه السائق من الإرهاق والتعرف على إشارات المرور مع لين كيب أسيست اللي بيحافظ على مسار العربية جوه الحارة المرورية. الفئة الأعلى فيها حساسات ركن أمامية وكاميرات 360 درجة وتحذيرات حركة المرور الخلفية اللي هي رير كروس ترافيك أليرت، والعربية كمان فيها بلايند سبوت ديتكشن اللي بيحذرك لو في عربية بتمر من منطقة النقطة العمياء. أسعار بيجو 3008 الجديدة بتبدأ من 2 مليون و200 ألف جنيه، فئة جي تي بتيجي بسعر 2 مليون و460 ألف جنيه. إيه رأيك في 3008 الجديدة؟ تفضلها على حاجة زي فولكس فاجن تيجوان مثلا؟